وزارة المالية راها تسوق لها، هناك تسويق لهذه الحلول. نتكلموا على القرض السندي، نسب الفوائد. اليوم وزارة المالية تمشي نحو اقتطاع من أجور العمال والموظفين، ليس إجباريا لكن تحاول تفعيله، يعني حتى يقتطع 1000 دينار مثلا من أجور العمال، وبتسويق من طرف ليجيتيا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. هل هذه الحلول وحل القرض السندي سيكون ناجعا دكتور، رغم أنه الأفهمي قال أنه غير كافي؟ لا، هو درك شوف قضية بسيطة جدا. نعم. احنا في حاجة إلى سعر برميل يفوت 115 دولار، بينما هذا شيء صعب، بينما اليوم يدوصل 50 رانا ملاح. نعم. وبالتالي عجرها كبير كبير بزاف بزاف، ماشي القرض اللي يديروه ولا الاقتطاع اللي نديروه راح يغطي القرض. نعم. ضيف لها فكرة انخفاض سعر الدولار. أنا درنا انخفاض سعر الدولار، بحيث كما كنت نقول قبيل. نعم. لو تنظر إلى مداخيل السداسي الأول في 2015 مع 2016، نعم. تلقى باللي المداخيل بالعملة الصعبة انخفضت ب 47% من السعر و4.57% من الحجم، وبالتالي دائما في انخفاض في الحجم. بينما مداخل الميزانية من داخل الجباية البترولية ما انخفضت غير ب 30%، لأنه هذيك فكرة اللي كي تدخل مدخول بدولار تحسبوه ب 100، واللي باش تحسبوه ب 70 ويجيب لك ربيب اللي راه المداخل نتاعك ارتفعت ب 40%، وهي في الحقيقة كلها مشى إلى غلاء المعيشة عند المواطنين وكذلك التضخم من بعد هذاك الشيء. وبالتالي انت الناس راهم ماشيين في غلاء المعيشه وتزيد تنحي لهم الاجور تاعهم باي حق. انا درنا الغلطه ديجا في قبل اليوم في سنوات 1996 الى وشفنا واش كانت النتيجه. هذا الشيء يعني راني نقول لك اليوم انت راك في حاجه ب100 وراك دير في حوايج اللي اذا جابوا لك يجيبوا لك 5 ولا 6 ولا 10. نعم. حتى القرض السندي بالنسبه للمواطنين كي تتكلم معهم يقول لك انها فيها فوائد ربويه، يعني حتى هناك خلق لهم اشكال اخر. انا نتكلموا من الجانب الديني كذلك اشكال اخر. الجزائريين مش بسهولتهم لانه متمسكين بدينهم وتعاليم دينهم الاسلامي. نتكلموا على القرض السندي، فشل في عده دول دكتور، بينها الارجنتين. انه القرض السندي يعني هناك سندات بيعت للمواطنين والدولة الأرجنتين لم تسددها، يعني وصلت مشاكل كبيرة بالنسبة للنقطة هذه. هي شوف، أولا القرض السندي ما عنده معنى إلا كان فيها ثقة بين الحاكم والمحكوم. احنا ما كانش هذه الثقة. ثانيا رانا ماشيين في تضخم، وبالتالي حتى ولو رجعت لي الفلوس نتاعي 100 دينار اللي ترجع لي غدوة ما تعود قيمتها بالنسبة اليوم غير 50 ولا أقل. وبالتالي كلها راها مش ماشية لصالح هذا الشيء. على الأقل كانوا يقدروا يستدنوا من البنك المركزي مباشرة ويضربوا النحو، لأنه هذا القرض وهذا الشيء كله يدير مشاكل أكثر منه ما يجيب حلول، وحلول ترقيعية اللي يعني شيء بسيط، يعني شيء قليل مش المطلوب. نعم. هذا فيما يخص القرض. نعم دكتور، نعود لك نقطة مهمة كذلك. تفضل. أهلا وسهلا. قانون الاستثمار الجديد. قانون الاستثمار الجديد يسوق له كذلك بأنه قانون سيمنح ويمنح امتيازات للمستثمرين الأجانب، وخلى قاعدة الاستثمار 49 51. احنا على مدار سنوات كنا نتحدثوا على الاستثمار الأجنبي في أفضل أحواله في السنة كان يحقق لنا 2 مليار دولار. و2 مليار دولار في قطاع المحروقات. نعم، في قطاع المحروقات، خارج قطاع المحروقات، يعني احنا 97% كلها من قطاع المحروقات. لماذا يفشل في كل مرة قانون الاستثمار دكتور؟ هل اليوم كاين أسباب تخلي المستثمر الأجنبي ما يجيش الجزائر، يروح لتونس والمغرب، يفضل دولتين جارتين على حساب الجزائر؟ ما هي الأسباب اللي تخليه المستثمر الأجنبي ما يفضلش الجزائر؟ أولا شوف، كاينة حاجة يعني بسيطة جدا. المستثمر الأجنبي ينظر للمستثمر الوطني. نعم. إذا كان المستثمر الوطني راضي بمناخ الاستثمار يجي يستثمر، إذا مش راضي يعني يجي عنده يعني إمكانية باش يجي. يعني إذا جاء عنده صورة سابقة على الاستثمار في الجزائر. من جهة أخرى ننظر إلى مناخ الاستثمار في الجزائر، ياك الكليما دي زافير كما يقولوا، مناخ الأعمال عفوا. اليوم راه الجزائر في أكثر من 140 ولا بالنسبة كاين فيه المعدل اللي يخرج سنويا يرتب المراتب الأخيرة فيما يخص. شكون اللي راح يجي يدير لك دراهمو في بلاد اللي في وقت
البحبوحه الماليه ما جاش يجيك اليوم في السنوات العجاف، ما يجيك حتى واحد هذا يكون متهني، ما يجيك غير واحد اللي حاب يستغل الفرصه. حتى الفرصه مش متواجده درك، لانه كان بالك اذا جاء امس يقدر يستغل فرصه البحبوحه الماليه، اليوم ما كانش. ما نستناو حتى شيء من الاستثمار الاجنبي، هذا يكون متهني. نعم، هناك مستثمرين اجانب. تفضل. قلت لك إذا كان المستثمر الوطني ما نقدرش نستنى منه الكثير، كيفاش نقدر نستنى من المستثمر الأجنبي؟ المستثمرين الأجانب يقول لك أن هناك تفضيل لدول على حساب دول أخرى في الاستثمار بالنسبة للجزائر. هي هذه حقيقة. الاستثمار هي مناخ الاستثمار، هما مناخ الاستثمار. البلدان الآخرين يديروا تسهيلات، مش خاطش التسهيلات مش غير في الجباية وإلى آخره، التسهيلات الثاني في الإدارة. اليوم الإدارة شحال من هما كيديروا هذاك الترتيب، يقولوا شحال من شهر كندير طلب باش يجيني الرخصة الى اخره من الاعمال كل يقوم بها، ويتمون يخرجوا لك الترتيب نتاعك. احنا رانا مع الاسف في الترتيب حقيقه بالفعل. حنا نسمع المستثمرين السعوديين يتحدثوا عن الاستثمار في الجزائر وان عجله الاستثمار في الجزائر بطيئه جدا، حتى يسالوا على الدفتر يتكلموا على لوجيس كوميرس، دفتر تجاري، في شحال المده اللي تخرج فيه الدفتر التجاري، على عده عراقيل، يتكلموا على قاعده الاستثمار. ماهيش واضحه. وهذه الحاكميه اللي كانت هنا في وقت البحبوحه الماليه ما قامتش بالاستثمار، هي بنفسها ما قامش بالاستثمار في القطاع المنتج. كيفاش اليوم تستنى من الأجنبي يزيد الاستثمار في القطاع المنتج وهي في حالة نقص، يعني تقريب عجز في التمويل.